كان يا مكان، يا سادة يا كرام، ما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. كان يا مكان، كان فيه راجل غني جدا، كانت حياته تشبه حياة الملوك، وكان اسمه الملك ميداس. كان الملك ميداس عنده بنت صغيرة اسمها ماري الذهبية. كان دايما بيحب يسمي الأسماء الغريبة، وكان كمان بيحب الأشياء النفيسة. كان الملك ميداس بيحب الذهب جدا أكتر من أي شيء في الدنيا، وكان بيسعى لزيادة ثروته من الذهب. كانت عنده رغبة جنونية في امتلاك الذهب، وكان بيخبي ثروته وكل ما يملك في غرفة تحت القصر. وكل ما كان يحس بالضيق كان يروح للغرفة ويجلس بين الذهب. وفي يوم من الأيام ظهر له جني وبدأ يهمس له وقال له: يا ميداس، انت ملك غني جدا، ليه مش شايفك سعيد رغم امتلاكك كل الذهب ده؟ طلب الجن من الملك انه يتمنى امنية علشان يحققها له. قال الملك ميداس: انا عايز العالم كله يبقى ذهب زي الغرفة دي. وقعد الملك يتخيل السلطة اللي هيمتلكها لو حول كل ما يلمسه لذهب. وهنا طلب الملك من الجني انه يحقق له الأمنية، انه يبقى ليه لمسة ذهبية. اتفاجئ الجني من الأمنية وسأله للمرة الأخيرة: انت متأكد ان الأمنية دي هترضيك وانك مش هتندم في يوم من الأيام؟ رد عليه الملك ميداس باستعجاب وقال: أشعر بالندم؟ بالطبع لا، مفيش أي شيء هيخليني سعيد إلا الذهب. وافق الجن وقال له: زي ما تحب. عند شروق الشمس بكرة ودخول أشعتها لغرفتك هتلاقي نفسك ممتلك موهبة اللمسة الذهبية. ما صدقش الملك كلام الجني، وفي صباح اليوم التاني صحي الملك وعايز يشوف يا ترى فعلا اتحققت الأمنية ولا لأ. وقعد يمد ايده على كل اللي حواليه في الغرفة ويلمس كل شيء. كان عايز يتأكد إن أمنيته اتحققت وأصبح عنده لمسة ذهبية. لكن خاب أمله لأن مفيش أي شيء لمسه اتحول لذهب. قال الملك لنفسه: يمكن كنت بحلم ومفيش جني ولا حاجة. حس الملك ميداس باليأس، لكن وهو قاعد حزين دخلت أشعة الشمس الذهبية للغرفة وبدأ يتحول كل شيء لمسه لأنقى وألمع أنواع الذهب. فرح الملك بجنون وقعد يجري في الغرفة وهو بيفكر في اللي هيحصل له من غنى وقوة بعد ما بقى عنده الموهبة الجديدة دي.
خرج الملك ميداس من غرفته وبدأ يحول كل شيء يلمسه الذهب لحد ما وصل لحديقة القصر، ولقى هناك عدد كبير من الورود الجميلة. كانت الأزهار ليها ريحة جميلة بتيجي مع نسيم الصباح. كانت حديقة القصر من أجمل الحدائق في العالم. فكر الملك إنه يفاجئ بنته إنه يحول أزهار الحديقة لزهور من الذهب. طلب الملك ميداس من الخادم بتاعه إنه يحضر ليه الفطار، لأن هوا الصباح عطاه شهية مفتوحة. عمل الخادم أفضل مائدة فطور، لكن الملك سمع صوت بنته ماري الذهبية وهي بتبكي. جري الملك بسرعة ناحية بنته وقال لها: مالك بتبكي ليه؟ قالت له إنها شافت كل زهور الحديقة متحولة لذهب. قال والدها: وإيه المشكلة في كده؟ دي حتى الزهور الذهبية أجمل بكتير، وإنها لازم تكون سعيدة. قالت البنت: يا والدي، إن الزهور الذهبية مش هي الأجمل، لكن بشعة لأنها فقدت ريحتها الجميلة، ولونها الأحمر ما بقاش عندها أي رونق، وبقت مجرد زهور لونها أصفر من غير روح أو عطر مميز. وهنا اتفاجئ الملك من رد فعل بنته، وما قدرش يقول لها إن هو اللي عمل كده وإنه تسبب في حزنها. رجع الملك علشان يتناول فطوره. قعدت معاه بنته على نفس الترابيزة. بدأ الملك في سكب كوب من القهوة، وأول ما مسك فنجان القهوة اتحول لذهب. فرح جدا وحس بالفخر والسعادة لأنه هيتناول فطوره في أواني ذهبية. لكن فرحته ما كملتش، لأنه لاحظ إن مش بس الأواني اللي بتتحول لذهب، لأ، ده حتى كل الطعام وأي شيء بيلمسه يتحول لذهب. وهنا حس الملك بالخوف. قعد يفكر إزاي هيتناول وجبة الفطور وكل شيء بيلمسه يتحول لذهب. اتحولت حياة الملك ميداس لكابوس مفزع، وحس بالألم والفزع لأنه بكل الغنى ده ما قدرش يتناول طعامه زي أي راجل فقير. بدأ الملك ميداس يحس بالجوع الشديد، وبدأ يفكر: يا ترى الغنى هو الشيء الوحيد اللي الإنسان عايزه في الحياة؟ وفي الوقت ده حست بنته إن والدها شارد الفكر. قعدت تبص لوالدها وهي بتحاول تستنتج إيه اللي حصله. راحت عنده بتحاول تهديه، جرت عليه وبسته بكل حب، وهو كمان بسها ونسي خالص موهبة اللمسة الذهبية.
في لحظة نسيها قدام الحضن الحنون. اتحولت بنته ماري لتمثال من الذهب. وقتها انهار الملك وقال لنفسه: ايه اللي انا عملته؟ ازاي عملت كده؟ بنتي كانت ضحية رغبتي في الثروة، ما بقاش باقي منها غير تمثال من الذهب. حس الملك وقتها إن الثروة من غير قلب دافي وعطاء حقيقي ملهاش أي قيمة. ما قدرش الملك إنه يبص لبنته وهي على شكل تمثال. بص فجأة وشاف الجني واقف قريب من الباب من غير ما يتكلم كلمة واحدة، لكن كان بيبتسم بس. بص للملك وقال له: يا ترى ايه حالك دلوقتي مع اللمسة الذهبية؟ رد الملك وقال: أنا تعيس جدا. وقتها استعجب الجن جدا للي بيقوله الملك وقال: ازاي كده؟ أنا وفيت بوعدي معاك وعطيتك الهبة اللي طلبتها. رد الملك ميداس وقال: إن الذهب مش كل شيء، أنا ضيعت كل شيء بحبه في الدنيا. أنا ضيعت قلبي اللي كان بينبض بالحياة. هيعمل إيه الذهب لو مش عارف أشرب كوب من المية أو آكل أكلة هنية؟ حتى بنتي الوحيدة اللي حبيتها أكتر من أي شيء في الدنيا ضيعتها بسبب اللمسة الملعونة. في الوقت ده حس الجني بحزن الملك وقال له: ما تحزنش، انت دلوقتي بقيت اكتر حكمة من الاول، وانا شايف قلبك لسه بينبض بالخير، يعني ما تغيرش، وهو ده المهم. انت دلوقتي بدأت تفهم الامور على حقيقتها وتعرف ان وجود النعم والرضا بيها هي اكبر قيمة من اي ثروة. طرح الجن على الملك سؤال: انت عايز بصدق تخلص نفسك من اللمسة الذهبية؟ قال الملك: طبعا انا عايز فعلا اتخلص منها. قال الجني: خلاص، روح للنهر واستنى سطوع الشمس مرة تانية، وخد معاك إناء وملاه مية من النهر ورشه على أي شيء تحب ترجعه لأصله مرة تانية. وإن عملت كده بجدية وصدق هتلاقي كل شيء رجع لأصله، وتقدر تصلح اللي عملته بسبب جشعك. اختفى الجني وما كانش قدام الملك ميداس إلا إنه ينفذ اللي قاله عليه الجني، لأن عنده أمل كبير علشان يرجع بنته الوحيدة. راح الملك للنهر وقعد يملى إبريق كبير من الفخار، وراح الملك بسرعة للقصر، وأول شيء رشه بمية النهر هي بنته. رجعت البنت لحقيقتها من تاني. فضل الملك يرش كتير من المية عليها. فرح الملك جدا لأنه قدر ينقذ بنته. فضل يرش المية على الأزهار والأشجار في الحديقة. رجعت هي كمان للحياة.
فرح الملك لرجوع الحياة حواليه من تاني. كبر الملك وكبرت معاه الزهور والشجر، وفضل يحكي قصته على أحفاده ويقول لهم إن من اليوم ده وهو كره النظر للذهب أو حتى الاحتفاظ بيه، وعرف إن القناعة هي كل شيء وأجمل شيء في الدنيا. وبكده خلصت قصتنا. مع السلامة في يوم جديد وقصة جديدة إن شاء الله.